الجماعي للفريق. دراجي، مساكني وإرامو. لذلك الآن الأهداف تتوزع بين الثالوث أو نيانغ، نقصد نيانغ. إرامو اللي احترف في تركيا يبقى لاعب مؤثر جدا، وفي علاقة عاطفية بين إرامو والمكشخين باش تبقى على طول. ترجع الكرة مرة ثانية المولي مرة أخرى عن طريق القربي، يمشي خالد القربي الريها الثالثة والكرة دراجي فرصة مش ممكن والهدف الأول. الله يا ترجي العاصمة، الله يا كبير تونس، الله يا عملاق باب سويقة. لما نقول البوعزي ما سجلش الهدف الأول يعني نقصد اليوم، نقصد الليلة، نتحدث في الليلة الشاهية، الليلة نتمنى هالليلة في كرة جميلة ملعوبة يا ترجي الشعب يتقدم على وداد الأمة 1-0 من وجدي بوعزي. دراجي مش معقول، دراجي يا مجنون، دراجي يا ولد يا مهبول. شوف شعمل، شوف شعطاه، شوف كيفاش هرب من رقابة الدفاع، يدخل بوعزي ويفتح باب التهديف. الله على الكرة الترجية، الله على الكرة الملعوبة ثنائية من أجل فتح المجال للأحلام. 1 الترجي 0 الوك. الهدف والجوليادور عن طريق وجدي بوعزي، ولكن الخدمة الكل من دراجينو. ترجع الكرة جوزيف نيانغ في المساحة، يدخل دربالي ويسدد وكرة قريبة. الله على كرة للهدف الثاني، تشامبيونز ليج والكوب دي موند. ترجع الكرة مرة ثانية لفريق الترجي. حلم كأس العالم 2011 يغذي كل العرب ونيمبا والقطر، وهذا العام فيه طعم خاص. اللي يربح الشامبيونز ليج يبدا يدعي من اللي يربحها حتى القرعه يا رب نلعبوا مع البرسا. والكره للترجي والهدف الثاني للترجي الرياضي وليد الهيشري والهدف الثاني يا ترجي العاصمه، الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي. هنا الوداد يحتج على لمسة يد، سنرى اللقطه، سنرى الكره، والحكم المساعد الثاني اندروود. والله كان ترجع المباريات في التعليق قليل نسمي المساعدين، اليوم ما نعرفش علاش سميت الدامو واندروود، سجلتهم وانا الكوره والراسيه وما فيها شيء على ما يبدو ما فيها شيء. احكموا الكل في الاستوديو، جيبوا جمال الشريف. هالكوره عاديه، كوره ترجيه، كوره تونسيه من باب سويقيه للنتيجه الثنائيه من اجل حلم الاميره السمراء. الله يا ماكيبا، هات الحانك وغني من جديد في كرتاج وقول الترجي بطل الماما افريكا. زيدها العنوان، خذ اللي تحب وزيدها الكلام. الترجي بطل الماما افريكا. هذه الكرة، هذه اللعبة، فما يد ولا لا، ركبة ولا صدر يا اخي. الهدف الثاني حصل للترجي الرياضي التونسي من بعد هاتوا الاختصاص وافصلوا في لغة النقاش. 2-0 للترجي، كرة خطيرة ويخرج الحارس بن شريفية قدام المحسن. يا ابيض يا اسود، او اقصد احمر وابيض، او تبقى حمراء وصفراء. ارجع الكرة من دربالي هات كرة السامح، برافو دربالي، لكن وين مشات؟ مش برافو يا دربالي. والكرة ترجع مرة أخرى عن طريق أونداما ثاني مرة هذه يعملها سامح، واحدة في الشوط الأول واحدة في الثاني، كأنها مكتوبة علينا يعني. ترجع الكرة من القربي، يمشي خالد القربي، رجع له، حط الكرة السامح، دربالي، لا مش باهية مرة أخرى، يعني نكذب ونسي في نفسي، نحب نقول باهية الآن من الحارس، والتسديدة والهدف الأول. طبعا مش باهي لما تكرر خطأ واثنين والثالث. فريق بحجم الوداد بتعمق الوداد يعاقبك، مش معقول هدية من سامح الدربالي باش تعذب الترجي الرياضي التونسي في 25 دقيقة. هدف اونداما، فابريس اونداما في 20 دقيقة لعب من الشوط الثاني يذلل الفارق. هدفين لهدف للترجي الرياضي التونسي. مباراة مصرية الحقيقة ماشية مليح، الأخطاء الفردية ترجع الوداد. شوف الكرة وشوف التسديدة من رقم 10 يرجعها الحارس، فماش متابعة، مكان فارغ في الوقت من وين مشى سامح. والتسديدة لونداما، شمام يوصل متأخر لأنه وين الأكسيال، وين المحوريين باش يجي شمام اليسار ويغطي. وين مشيت يا يشري؟ وين مشيت يا كوليبالي؟ والهدف في كرة ترجع الوقت. هدفين لهدف الترجي الرياضي، الشوط الأول كبير، الشوط الثاني صعب جدا. وهنا الهدف نتاع فابريس اونداما. 66 دقيقة، مباراة ستكون الآن صعبة جدا. شي مراد لك حل يحط الكرة قديوي، يوسف القديوي كنا متراجعين شكون يقدم، هاريسون من غير خطأ، هاريسون كوليبالي ومعاه اللاعب اونداما وهاريسون، وكرة تمشي والحكم ماذا يقول ضربة جزاء.
يقول ضربة جزاء لمحسن ياجور، ضربة جزاء وانذار على كوليبالي. حقيقة تغيرت المعطيات تماما في الشوط الثاني، تغيرت المعطيات تماما في الشوط الثاني، والوداد يعود بقوة. انذار على خالد القربي. شوفوا اللقطة ونشوفوا الصورة. الخطأ من كوليبالي، كوليبالي يلمس اللاعب محسن ياجور. هو الحكم هنا يقول ضربة جزاء، ضربة جزاء موجودة للوداد، ضربة جزاء موجودة للوداد في الدقيقة 77. تغيرت المعطيات في الشوط الثاني. الآن الله يستر فيما هو قادم. مباراة صعبة وصعبة جدا، شوط بشوط. الترجي استثمر الشوط الأول، سجلنا هدفين. الوداد في الشوط الثاني تغير تماما شكلا ومضمونا، والآن عنده ضربة جزاء من نقطة 11 متر ليتعادل. الجمهور ينتظر، والجمهور في البيضاء 60,000 مثل العشاق هناك للترجي الرياضي ينتظرون. حقيقة شوط ثاني تغيرت كل الحسابات. الوداد عنده كرة من يوسف القديوي، البديل الجديد القديوي في الدقيقة 77. في الدقيقة 77 يوسف القديوي لإدراك التعادل، وبذكريات الواعر يحاول بن شريفية ايقاف الزحف. الوداد يسدد ويسجل هدف التعادل القديوي، هدف التعادل يوسف القديوي. 2-2 للترجي والوداد، هدفين لهدفين في شوط رهيب من الفريق المغربي، وفي شوط غاب فيه الترجي الرياضي. 2-2 في مباراة كازابلانكا. 2-2 الترجي والوداد في الدقيقة 78. مازال برشا وقت، برشا كورة الآن. لابد أن نصمد، وخاصة كاريزمة الفريق وشخصية الفريق وخبرة الفريق قارين لازم تظهر، لأنه الآن معنويا اللاعبين تمسوا. من 2-0 2-2. القديوي يحط الكورة على اليسار، معز يمشي يتلوح على اليمين، والكورة في الجول. 2-2 2-2 لفريق الوداد.